هذا الموقف المهيب أمام عوائل الشهداء والأكباد المفجوعة. لا يسعنا كقوات سوريا الديمقراطية إلا أن نؤكد لرفاقنا الشهداء قبل غيرهم أننا على العهد ماضون. إن كان الوفاء للراحلين هو بالبكاء، فإننا نوري الثرى خيرة شبابنا، خيرة الرجال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لإنقاذ أهلنا وذوينا في أعياد الميلاد من هجمات الإرهابيين والقتلة والمجرمين. إن كان الوفاء للشهداء بالبكاء إنهم يستحقون أن نبكيهم دهرا كاملا، ولكن الوفاء للشهداء هو أن نسير على دربهم، أن نحقق أحلامهم، أن نحقق الأمن والاستقرار لأهلنا، لناسنا، لبلادنا، لقرانا ومدننا. هلا رنوت إلى الشهيد بنظرة لترى ضياء ما له وخفاء، وترى وليا للإله وعابدا في وجهه تتزاحم الآلاء. وهذه الشجاعة ليست موجودة في أسد كمثل شهيدنا في الفداء. عاهدنا هذا الوطن الغالي، وأن البخيل من يدعو إلى النداء ولم يجد. عاهدنا هذا الوطن الغالي، وما أصدق الوعد عندما يكون مطرزا بدماء الشهداء. عاهدنا هذا الوطن الغالي، وما أصدقه من وعد عندما يكون من الأقوياء. عاهدنا هذا الوطن الغالي وعاهدنا أمهات الشهداء بأننا سنكون درعا حصينا لهذا الوطن الآمن. ونحن هنا نجدد عهدنا، عهدا مقسوما بدماء الشهداء، عهدا مرسوما بدماء الشهداء، إلى العابثين في محاولة منهم لطمس الأمن والأمان في الرقة. رسالتنا لهم: سنكون دوما بالمرصاد لهم. نحن العيون الساهرة، نحن الأبطال، نحن الأقوياء. هؤلاء الشهداء أثبتوا للجميع القوة في التصدي والشجاعة في التحدي لردم هذه المحاولات العابثة لأجل السيطرة على الرقة. نجدد عهدنا إلى الشهداء، نجدد عهدنا لأمهات الشهداء، نجدد عهدنا لأهل الرقة الكرام، ونقول: أمانكم هو أمانة في أعناقنا. ريان إسماعيل، اسم الأب أرويان، اسم الأم كوثر. محل وتاريخ الولادة الرقة 1/1/2000. تاريخ الانضمام إلى قوات الأسايش 1/1/2018. تاريخ ومكان استشهاد الرقة 26/12/2022. الوديان الوثيقة لذوي الشهيد بشار.